في حياة كل واحد فينا شمس. عارف الشمس هي اللي بتدينا النور والدفء. كل يوم بنقعد نستنى شروق الشمس علشان تنور حياتنا. صحيح ممكن نعيش على أضواء المصابيح الصناعية، في ناس بتعيش كده بس بيجيلهم اكتئاب. هتلاقي دايما في حياتك شخص هو شمس حياتك اللي بيديك النور والدفء. قدر الشخص ده من فضلك اللي هو شمس حياتك، وافتكر ان الشمس مش طول السنة بتكون معتدلة. ساعات الشمس بتبقى حارة جدا وقاسية، ممكن تمرضك أو تجيب لك ضربة شمس. إحنا بنهرب ساعتها من قساوة الشمس، بنحاول نقعد في تكييف، ندور على مروحة أو نطلع على البحر، يعني بنحاول نتكيف. ممكن تقعد بالمنظر ده شهرين. الشمس برضو ساعات بتغيب وبتبعد عننا، فبتبقى الدنيا باردة قوي علينا. في الشهرين دول بنحاول ندور الشمس فين ونقعد تحتها، أو بنعوضها بحاجات تانية. بس في المجمل هتلاقي 8 شهور في السنة الشمس معتدلة واحنا مبسوطين بيها. كده برضو الأشخاص اللي في حياتنا، شموس حياتنا، في المجمل هم معتدلين. فبلاش تحاسبوا بقى على الشهرين اللي ممكن فيهم يبقى قاسي، ولا تزعل من الشهرين اللي ممكن يغيب فيهم. ولو انت شمس حياة حد، ما تغيبش عليه كتير ولا تقسو عليه كتير، خليك معتدل. ياريت تكتب لي في التعليقات مين شمس حياتك.